وبعدين هي ترضى انه مثلا والله لما تمشي عشان تضع، تمشي اجازه بدون مرتب. اجر. ايوه عشان خاطر اولادها وعشان ايوه اشياء كثيره. بتقبل، لانه نعم. هي في الاخر ما عندها تعارضات. المهم في اخر الامر انا بفتكر انه حالة المرأة عموما، والكلام ده جايز ما تصدقيه، حالة المرأة عموما رغم كل البهرجة دي والألوان وإنها تلبس زي ما عايزة وتعاشر اللي عايزة تعمل، في آخر الأمر وضعها تدنى بشكل ما ممكن يخطر في بالك. إنه مثلا يقول لك في إحصائيات تقول لك كل 4 دقائق يحصل اغتصاب للمرأة الأمريكية، كل 4 دقائق. المرأة الأمريكية. أيوة، شفت كيف؟ لأنه أنا تفسيري لها الآتي، إنه جات الفيمينيزم دي حرضت النساء على الرجال، بحيث إنه الراجل في الآخر ما عنده طريقة يتعادل معها إلا ويهينها. اللي بالك على عشان ينزلها، عشان يهينها. أيوة، عشان هي بقت مش تساوت، هي ما تساوت معه لحد حس الأجر بتاع النساء هنا في البلد دي أقل منه لحد النهارده. أنا أشهد. حتى أنت كمان. نعم. شفتي؟ أشهد. نعم. شفتي؟ فهي لما تعصف به هذا العصف بقى ما عنده مكانة في البيت. هو يعني هي ممكن يكون عندها أولاد من 4 رجال وما معروف أسمائهم شنو، ما عندهم أبهات الأولاد ذاتهم. عارفة الحكاية دي؟ نعم. you know that. نعم. طيب هو بقى ما أب وما زوج، لأنه هم مش ضروري تتزوج عشان تجيب أولاد. نعم. ما تشوفه حتى، ممكن تمشي تعمل إخصاب المعملي دي. فهو في الآخر بينتقم منها، ولذلك تلقي المشكلة تنعكس كيف، ده تقديري أنا، تنعكس في إنه هو يعاشر الأطفال. نعم. لاحظت كثير إنه المسألة دي كثير جدا في بريطانيا. أيوة. وفي الدول الأوروبية، يعني الواحد ما بيقدر يخلي طفله مع أي شخص، حتى من شخص من داخل الأسرة. أيوة طبعا، سواء كان الأخ، الأخت، الخال. أيوة. فهي المرأة ما كسبت لأنه الأسرة تخربت، لأنه هي نفسها علاقتها بالرجل أصبحت غير سوية، لأنه هي قالوا لها أنت أحسن منه وأنت لازم تعمل، عارفة يعني بقت قصة مشبوهة يعني مش حقيقية. فهي انتصرت لكن على حساب أسرتها وعلى حساب حياتها، وخسرت هي. فبالتالي تبقى المعادلة ما ربح، خسارة. صحيح كلامك، صحيح جدا جدا. وبعدين خسرت، يعني بيندموا. أنا بعرفهم ناس من طبقتي ومن أكاديميات زيي وكل حاجة، ناس متعلمين وفاهمين. أيوة بتكون قاعدة تقول لا هي ما عايزة، هي عايزة الكارير بتاعها، عايزة مهنتها، عايزة تترقى تبقى متساوية له. فبالتالي هي تقوم تتبرأ من أمومتها ومن أنوثتها، عايزة تبقى زيه. فهي ما عايزة تتجوز ولا تولد، عايزة تبقى زيه. عارفة ما هي لو حملت وولدت حتأخر فما حتصلوا. شفتي؟ يبقى أنت تصل 40 فتندم، يعني كلهم كده لما يصلوا 40 يندموا إنه هي فوتت الوقت، يعني إنه في الآخر الحياة ما كده، يعني كله زين للنساء، كلام ما كان في مصلحتهم. وحاسة رجعوا، حاسة في رجوع، حاجة اسمها الفيمينية الجديدة، نيو فيمينيزم، اللي هي يعني مراجعة للفيمينية أنا سميت الأصولية. عندي كتاب اسمه، هو صدر إلكترونيكلي يعني. نعم. رقميا اسمه، سميتهم أنا النسوقراط، يعني هم خليط من النساء اللي زي التكنوقراط، زي حاجة كده داخل فيها البعد العملي المغالي الأصولي يعني. نعم. ووعد فهمي أنا البسيط ومخي الصغير ديل الناس، النسوة اللي كانوا متحضرين زي اللي ارتدوا عن الحضارة اللي ادوها لهم دي، ورجعوا شوية لأصول قديمة، يعني ما بين الماضي أصولنا القديمة وأشياءنا الجديدة. فهمي صح؟ حاجة كده. أيوه. وده زي اللي أنت لا أنت وصفتيها دي، اللي هي وصلت سن 40 وندمت دي. نعم. هي دي اللي ما لحقت تكون مرة ولا راجل، هي ان بتوين، لأن في الآخر أنكرت أنوثتها، أنكرت الأمومة. هم تبرأوا منها. تخيلي دي طبيعتك خلقك ربنا عشان كده. وبدليل إنهم بندموا يا أستاذة ليلى. نعم. بندموا، لأن معناته هم يعني آدميين، هم مش مجردين، يعني مجردات طبعا آدميات. المهم الكتاب اسمه النسوقراط ووعد البنات بتاع قديم. طيب كنت بتتكلم عن الكتابات، وهسه قلتي انه مثلا عندك كتاب رقمي.
يعني احنا ما بعرف، لكن يعني سمعنا وقرينا بانه ناس كثيره بتتعرض للسرقه، السرقه الادبيه. ودكتوره يعني يوم في كتبتي اذا كان السارق محترف فلن يفطم عن السرقه او يوقفها او يبطلها. يعني كلام كان فيه شويه من الالم، حسيت انه انت فعلا اتاذيتي. وانا متخيله ابشع انواع السرقه هي السرقه الادبيه. يعني احيانا انت لو مشيتي قلتي لشخص فكره وتكلمتي معاه ومشى بغادي وقعد مع شخص ثالث وجا قال والله يا اخي حقه المفروض نعمل كده كده، يعني انا مرات بقول يا اخي انا قلت الكلام ده، بحزن بألم انه هو جس شال كلمتين مني، فما بالك لما يتسرقوا منك كتب ومقالات. مستعده اتكلم عن الكلام ده. هو المؤسف السرقة حصلت كالآتي. نعم. واحد فيهم هو ناشر، هو شاعر ضعيف لكن اصلا ناشر، يعني حصل على المواد بتاعتي لانه ناشر، يعني رسلت عليه عشان ينشرها. فهو احتفظ بها فتره كده وبعد شويه تصرف فيها وانا قاضيته. نعم. وكتب له المحامي بتاعي قال له كله مثبوت لانه بالايميلات واتاتشمنتس معروفه، ما في طريقه يعني. نعم. فهو ما قدر ينكر، هو راجل غريب يعني، هو راجل بيعمل كده يعني بيعمل هذا محترف ايوه، لكن بس بلغ معايا لانه الناس اللي عمل معاهم خطف منهم زي ما قلت كده فصل من كتابه، لكن انت بالنص كتب بحاله يعني. فقام كتب له قال له المواد الآتية كذا 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 عندك، ودي ما تتصرف فيها، واحنا اذا يعني نما الى علم انك هتتصرف فيها احنا حنرفع على قضيه يعني. نعم. فهو بعت له ورد عليه بهبالته وقال له انا لا ما حتصرف فيه، معناته اقر ده اثبات، اثباتين انها موجوده معك وانك لا انت هو قال انا يعني ما حتصرف يعني فيها. نعم. راح واحد فيهم اللي هو انا حواليك الكتاب، واحد فيهم أنا هو عن المعتزله. انا بحب جدا يعني اعيد قراءه التاريخ العربي. نعم. وعن ابن حنبل. نعم. فالكتاب ده ما بس كده يعني، هو بيتكلم عن المرحله كلها. نعم. وبعدين راح ما لقى طريقة يعني ينشره بالعربي، فراح مشى لقى له ناس ترجموه له بالفارسي. هو ما بيعرف فارسي، هو ما بيعرف إلا عربي. نعم. يعني أنا مثلا مرات أكتب له، كنت شغالة معاهم أنا في موضوع الأدب الرحالي ده. نعم. وكنت بخدمه شديد يعني. فهو مثلا يكون عنده محاضرة يعني كلمة عايز يقول كلمة بالإنجليزي، فأكتبها له بأبسط الكلام عشان يقراها. يجي راجع يقول له والله ما قدرتها، لكن أوعدك أنا هتعلم إنجليزي. أنت روح أسرق الكتاب ده اللي هو مكتوب ب4 لغات، يعني مصادره ب4 لغات. ها؟ تخيل الوقاحة. يعني يختار حاجة صعبة عليه وشديد، كان يختار حاجة أسهل. على الأقل. أيوة. ده غباء يعني هو نوع من مرض، أنا أعتقد التجاسر الغريب يعني كيف واحد يعمل كده؟ زي ما قلت نوع من الغباء. المهم فده واحد فيهم. وتاني واحد صديق كان، وصديق عبد العزيز أخويا وكل حاجة، وجاء ما عارف إنه أنا عندي مادة عايزة أرسلها للبيت للطباعة، فيرسل جاني قال لي أنا باخدهم لك، أنا بشيلهم وأوديهم للناشر ده. الناشر ده صديق عزيز وأسرة، هم نشروا لي حسن الكتاب الأخير بتاعه اللي طلع السنة اللي فاتت. عرفه من أيام ثورة غفار، يعني هي زمالة مش هو تاجر يعني. نعم. عارفة؟ علاقات أسرية وعلاقات ممتدة، صداقات ورفاقية يعني. نعم. فقام شيل الكتاب أنت، شيله زي ما هو، اقعد انشر فيه في الصحف قسموا لفقرات ولا شنو؟ ايوه طلع منه افكار يعني. دي الفكرة طلع بقى بانه يقسموا لفقرات. في شنو يا خديجة؟ في الصحف الخليجية. نعم. ينشر فيه، فبقى عرف يعني يقعد كده يقوم يقول له وانت يعني شايفك مثلا مهتم، يقوم يقول لهم ايوه طبعا انا مهتم، هو ما فاهم ولا حاجه في اللي انا بقوله. فدي الانواع، لكن ما بخليهم. طبعا اكيد يعني النوع ده لازم يحارب، لانه الكتاب اسمه الكتاب اسمه قاموس الاستحواذ، هتلاقيهم منشور في واحد من المواقع. نعم. كبير ب 700 صفحه. قاموس الاستحواذ. 700 صفحه.
عرف بك يا أخت. زهراء من لبنان. أهلا وسهلا. أنتوا أخوات؟ نعم. ما شاء الله في شبه كبير. نعم. طيب يا أخت زهرة، بتعرفي شنو عن السودان؟ بعرف إنها دولة عربية إسلامية وحلوة، بقولوا عنها حلوة بعد ما زرتها، بس بقولوا حلوة. بتعرفي عنها شنو؟ أنا ما زرتها من قبل، بس بعرف إنه هي دولة عربية وحابة كتير زورها، بس للأسف بعد ما فيني هلأ نروح، بس أكيد إن شاء الله بعدين أكيد بنزورها. تسلمي يا أخت هبة، ونتمنى إنه يوم من الأيام نشوفك في السودان. ممكن أسألكم سبب وجودكم في بريطانيا؟ هل هو دراسة ولا عمل ولا سياحة؟ أنا سياحة، بس أختي ساكنة بلندن. يعني هي المرشد السياحي بتاعك؟ نعم. أخت هبة، طيب شايفاك أنت الليلة جايباه هنا وبتتفرج على ويستمنستر وداون تاون أبي ومناطق جميلة جدا، وغير كده حتوريها شنو إن شاء الله؟ صراحة صرت مفاتليتها كتير. نعم. بس بتعرفي أكتر شيء البيج بن، هي بس تقولي لندن بقولوا ساعة بيج بن دغري مزبوط. نعم. وأسواق وأكسفورد، أكيد أكسفورد ستريت. وين هيدول اللي بنقدر نزورهم إياهم، هن جايين فترة قصيرة شهر، فاللي بنقدر نزورهم إياهم إن شاء الله بنزورهم إياهم. تسلم الله يخليك. أنت بتدرسي ولا شغالة؟ أنا ساكنة هون صار لي 6 سنين، متجوزة وساكنة هون. ربنا يديك الصحة والعافية، وأتمنى إنكم تنبسطوا في بريطانيا وأختك ترجع بالسلامة إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا كثير لك حبيبتي. نرجع بيك شوية للتنمية. قلتي يعني إنه تنفق دول الخليج للتنمية في الدول العربية المفقرة. يعني ده شيء انت ما نكرتيه، والدول الكثيرة وناس كثيرة ما ناكرة صرف دول الخليج على الدول الفقيرة المفقرة. احنا ما فقراء، المفقرة. لكن وقفتي وقلتي مما أغضب ذلك الرأسمالية الصهيونية العالمية. كيف؟ دي في مرحلة من المراحل بدري، حاسه نعم. في البدايات الكلام ده. كانت الدول الخليج والسعوديه اساسا نعم كانت بتساعد برامج التنميه من منطقتنا لحد امريكا اللاتينيه. نعم. وده قام اثار حفيظه الراسماليه، على اساس انه احنا في حاجه في الراسماليه باختصار شديد. نعم. الراسماليه هي لا يمكن تطورك ولا تنميك، يستحيل. نعم. يستحيل. هي تعمل على تخلفك، لكن تحت شعارات أليقة جدا وانت تجري وراها. نعم. براقة. انت في حته تكلمتي فيها عن اهتمام شغلوا الناس بفواتير، عجبتني شديد. كان بتذكر لقيتها بس قبل اسبوعين انه الناس اتلخمت بسداد فواتير، واللي هو الاقتصاد الفارق. دكتورة انت على دراية، وجيتي يوم من الايام تعرضتي للحته دي، تعرضتي لانه العالم شغلنا باشياء فارغه، من ضمنها انه جني في النتيجه اللي هي 2011 الازمه الاقتصاديه، اللي هو الناس سايقه عربات. الازمه الاقتصاديه 2008 وخلصت تقريبا، قالوا خلصت 2011. ما خلصت ولا حاجه، ما خلصت، مستمره. هي اعتقد هي دلوقتي موجوده بس معتم عنا، لكن احنا حاسين بيها، يعني طبعًا هي موجوده طبعا. الناس حاسه انها مثلا سايقه عربات ما بتمتلكها، ساكنه في بيوت ما حقتها، بتلبس وبتطلع بتتفسح وعايشه حياه ما حقيقه، كله فيك صحيح. انت كتبتي عن الكلام ده كم مره؟ كثير. حذرتي كثير. ما انا لاني تخصصي الاساسي اقتصاد سياسي، اللي هو عباره عن